السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ أخباركم؟ بشروني عنكم. اليوم فكرة المقطع إننا حنبني نافورة سهلة وبسيطة، وما راح نستخدم أشياء كثيرة غير بلوك أوف كوارتز ودرج كوارتز و كوارتز سلاب، وكمان راح نحتاج بكت موية، راح نحتاج بكت موية وبس. هذه الأشياء اللي راح نحتاجها وبس. والله قبل ما نبدأ الفيديو لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لو ما كنتم فاعلينه، ويلا نبدأ في الشرح. طبعا اول شيء راح نسوي هنا 7 بلوكات، نحفر 7 بلوكات، بعدين نكسر هذه البلوكة، بعدين نبدأ من هنا 7 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7، بعدين نكسر هذه او زي كذا، بعدين نبدأ نسوي 1 2 3 4 5 6 7، بعدين نجي هنا برضه نفس الشيء نسوي 1 2 3 4 5 6 7، بس هنا غلط، هنا في غلط في الترتيب كذا، هنا صح كذا بهذا الشكل هنا، وهنا نسوي زي كذا. فانتوا انا استعجلت وزودت بلوكه، بس انتوا لا تزودوا، انتوا احسبوا زي، لا تلعبوا زي كذا. بعدين لما نسوي هنا بلوكه نكسر هذا، بعدين هذه هنا كذا. طبعا راح تسوون هنا 7 بلوكات، 7 بلوكات هنا، بعدين بلوكه واحده هنا، بعدين 7 بلوكات برضو ونفس الشيء، هنا بلوكة، بعدين هنا 7 بلوكات ونفس الشيء الين ما يصير بهذا الشكل، الين ما يصير كذا دائرة. فعشان يعني عشان نوضح الدائرة أكثر نكسر البلوكتين هنا، وبعدين نكسر هنا بلوكتين كمان، وكمان نيجي هنا نكسر مو أي بلوكتين، لا نكسر ذول البلوكتين اللي هنا في ذي الجهة، بعدين نيجي هنا ونكسر برضو بلوكتين دولي، بعدين نبدأ نغطيهم كلهم باللي هو الكوارتز. طبعا النافورة هذه مو شرط بالكوارتز، تقدرون تغيرونها، يعني مثلا عندكم بالستون او ستون بريك او اللي هو الكوارتز، لا الكونكريت قصدي، تقدرون تسوينها بالكونكريت عادي يعني براحتكم، او تقدرون تسوونها بالساند، فيعني هذا الشيء راجع لكم. فنغطي زي كذا، نغطي زي كذا، بعدين لما يصير معنا كذا بهذا الشكل، بهذا الشكل، بعدين نيجي هنا ونبدأ نغطي كله باللي هو سلاب، السلاب بهذا الشكل كذا، نغطي سلاب كل الأماكن بهذا الشكل. فلما يطلع معانا كذا بهذا الشكل اللي هو صار طبقتين كوارتز وبلوكة عادية، وبهذا الشكل يصير. طبعا بعدين نيجي هنا راح نجي في الوسط هنا، في وسط البلوكة بالضبط، هنا اللي هو هنا بعدين ايش نسوي؟ نسوي 1 2، البلوكة الثالثة نكسرها ونحوط عليها 3، بعدين نيجي من الوسط هنا، بعدين هنا 1 2، الثالثة نكسر 3 بلوكات عليها، بعدين هنا 1 2، البلوكة الثالثة نكسر عليها 3 بلوكات، نكسر جنبها 3 بلوكات، بعدين هنا 1 2، البلوكة الثالثة نكسر كذا عليها 3 بلوكات، يصير بهذا الشكل. بعدين نجيب الكوارتز او البلوك اللي انتم تستخدمونه، سواء لو تستخدموا كونكريت او او قصدي شو اسمه هذا ستون او ستون بريك، عادي اللي انتم اي شيء تستخدموه عادي ما فرقت، بس انكم تغطون البلوك اللي انتم فيه كذا، فيصير بهذا الشكل كذا، يصير بهذا الشكل. بعدين نكسر هذه لانه احنا ما نكسر الديرت هذا لانه ما راح نحتاجه، يعني ما راح نحتاجه الا بعدين، فنكسره كله بهذا الشكل، نكسر بعدين كذا، فنبدأ نكسر كله. فبعدين لما نكسره نيجي هنا ونبدأ نسوي في الزوايا حقت هذا زي كذا، نيجي نسوي بالدرج زي كذا بهذا الشكل زي كذا، فيصير كذا بهذا الشكل ويصير بهذا الشكل. فأنا راح أكسر هذا وأرجع لكم الديرت. طبعا كذا بعد ما كسرنا نيجي هنا في البلوك اللي في الوسط وسوينا هذا الشكل، نيجي نحسب 7 بلوكات، 1 2 3 4 5 6 7.
نجي أول شي نحسب لو 7 بلوكات ولا لا. 1 2 3 4 5 6 7 ولا مرة ما شاء الله من مرة واحدة. بعدين نجي نحسب 4 بلوكات. 1 2 3 1 2 3. بعدين البلوك الرابع نسوي عليها درج مقلوب بهذا الشكل. بعدين يعني كل الجهات اللي زي كذا في البلوكة. بعدين نيجي هنا ونبدأ نجي في السلاب. ما نسوي السلاب على تحت كذا، لا نسوي فوق زي كذا، فيصير بهذا الشكل. فبعدين يصير كذا بهذا الشكل. يعني هذا شكل لسه بدائي، بس يعني والله شكله صراحة لا بأس حلو. بعدين نجيب البلوكة اللي انتوا تستخدموها يعني، وتبدون تسوون في الزوايا. تبدون تسوون كذا في الزوايا، فكذا يصير. دقيقة كذا يصير. بعدين تيجي هنا في الزوايا هذه ونسوي درج، بس يعني ما هو درج كذا مقلوب، لا درج عادي زي كذا في الزوايا كاملة. دقيقة هذا غلط. بهذا الشكل كذا كذا، وبعدين كذا لا كذا. وش ذا؟ ايوه كذا. بعدين يصير بهذا الشكل. بعدين نيجي هنا ونكسر البلوكة هذه. نكسر البلوكات هذه اللي في الزوايا، عشان يعني لازم يكون ذا المكان فاضي كذا بهذا الشكل زي كذا، يكون المكان فاضي من كل الزوايا يعني بهذا الشكل. فطبعا لما يصير كذا بهذا الشكل، هذه المنطقة مرة يعني ما حتعجب أحد فينا، فتختارون أي بلوكة تبونها. يعني أنا مثلا اخترت في الستون. اللي يبغى يكتب، يعني اللي ما يعرف يكتب كلمة ستون هذه مكتوبة هنا. يعني أنا اخترت هذه البلوكات، وراح أشوف إيش أفضل، بس أنا أفضل أسوي إنه بهذه البلوكات يعني، أو هذه لا. فأنا راح أسوي بالسموث ستون. اسمه والله غريب، بسموث ستون هذا. بعدين راح ابدا اغطي هذه الجهه كامله، بس انتم تقدرون تستخدمون اي شيء. فانا راح اسوي هاي، راح اسوي الارضيه وارجع لكم. طبعا نسيت اقول لكم معلومه، انه لازم البلوكه اللي يعني البلوك اللي تسوونه هنا تكون اغمق من الكوارتز. يعني لو سويت كوارتز حيطلع مره شكل مو حلو. وانا كمان لما سويت زي كذا يعني نسيت. فانتوا لازم تسوون على الارضيه على تحت، يعني مو تخلونها في المستوى هذا، لا. بعدين يعني خلاص يصير بهذا الشكل. بعدين نيجي فقرة الموية اللي كلكم منتظرينها. نجلس على كل البلوكات، نجلس على كل البلوكات، بحيث انه ما يصير كذا في زي يعني الموية تتحرك. لا هنا جبنا العيد. طبعا تسوون زي كذا موية لين ما يصير الموية زي كذا ما تتحرك. بهذا الشكل، بهذا الشكل خلاص. وش ذا؟ بحيث ان المويه ما تتحرك بهذا الشكل. بعدين نيجي هنا في اول شيء الدور الاول، يعني هم دورين. نيجي في الدور الاول هنا، او يعني في الطبقه الاولى، ونبدا نسوي مويه هنا. طبعا مو تسوونها هنا، لا تسوون البلوك اللي اقرب للعمود. فتبدأ تسوون هنا مويه. بعدين مويه. بعدين مويه هنا كذا بهذا الشكل، بحيث الناس تتحرك. لازم تكون يعني مويه كامل. بعدين نيجي هنا ونسوي نفس الشيء هنا كل الجهات. وش صار؟ دقيقة. بهذا الشكل كذا تسوون موية طبعا. بس صار هنا في غلط، يعني ان الموية طلعت برا. طبعا راح يعني الفكرة ايش، انكم تسوون هنا موية، تسوون هذا كله موية يعني نفس اللي تحت. راح اسوي واوريكم النتيجة بعدين. بس قبل ما تسوون، يعني لما تسوون هذه الجهة، تجون هنا فوق وتسوون بالموية كذا تحت، ويصير الشكل حلو. بس انا اول شيء راح اسويها خلف الكواليس عشان اضبط لكم الشكل. وبس والله اتمنى عجبكم المقطع، وهذه النتيجة النهائية. طبعا كان في غلط بسيط، انه هنا كان بدل هذه البلوكة كان في سلاب، والسلاب معروف لما تحط موية ينحط تحته. بس تقريبا لو انكم جافا، لو انه قصدي انت اللي تلعب وتسوي ذا جافا، راح يضبط معاك. او انك مثلا في تحدي البناء راح يضبط معاك ان شاء الله. بس هذه النتيجة النهائية مرة سهلة، تقدرون تسوونها يعني لو تعلمتوها خلاص، يعني خلاص صرتوا يعني عارفين ايش الحركات. والله حتقدروا تسوونها يمكن في دقيقتين كذا، في 4 دقائق بالكثير. وهذه النتيجة النهائية، أتمنى تعجبكم. نتيجة سهلة وبسيطة، وتقدرون تسوونها حتى في عالمكم السرفايفل، يعني كل الأشياء سهلة. وبس والله أتمنى عجبكم المقطع. لو عجبكم المقطع لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيه لو أنتم بعدينا. وبس والله كان معكم معتصم، ومع السلامة.